والطوموبيل قلت عندي ربي رزقنا الحمد لله. دار الحمد لله عندنا. عريس جزائري يشتري لزوجته نجمة في سماء باريس. أخي ادعم القناة بالإعجاب تقديرا منك بمجهوداتنا ولكي يصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تباينت ردود الأفعال وسط الجزائريين بين مستغرب من هذه الهدية وبين منتقد لما وصفوه ببيع الوهم للناس، وبين اعتبارها مبادرة جميلة ومميزة وذكاء من العريس الذي فكر بها، وبين معارض اعتبرها مسخرة ومن غرائب هذا الزمان الذي ابتعد فيه الإنسان عن دينه وواقعه. وتداولت صفحات الفيسبوك هذا الفيديو ولفعل العريس على هذا الأمر، من بينها صفحة من الجزائر وكتبت: هذا زوج اشترى لزوجته نجمة في سماء باريس، بمعنى أنه الناس يولوا يديروا اسم النجمة باسم الزوجة. أما صفحة انفو فرام فأرفقت هذا الخبر: من باع النجمة وكيف ستعرف العروس نجمتها في المستقبل. وكتبت صفحة باتنا الناس لا تشتري في النجوم. وفي منشور لا يخلو من الاستغراب والطرافة نشرت صفحة صوت الزوار ينقوس: هنا سأصمت قليلا، ناس راها تشتري النجوم في السماء. وعلقت الصفحة: الحمد لله أنهم تركوا لنا الهلال لكي نرى به رمضان، أتمنى لهما الهناء والسعادة. وتساءل متابعون جزائريون عن الجهات التي تبيع النجوم في السماء وكيفية معرفة المالك لنجمته بين النجوم. وأضافت في منشور لها أن العريس أراد أن يعبر لحبه لزوجته فأهداها نجمة من خلال وثيقة شراء صحيحة، حيث أن هناك شركات ومواقع متخصصة في بيع النجوم وتكون بوثيقة صحيحة أغلبها متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن العريس مطلع على الأمر فقام بشراء نجمة لزوجته، وهي هدية غريبة ولها بعدها المعنوي أكبر من أي شيء آخر، خصوصا وأن سعر النجمة في عديد المواقع لا يتجاوز 40 دولارا. الناس لا يحبون شراء الحوت في البحر ولكنهم يشترون النجوم في السماء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.